بصوا هنعملها النهارده من غير ما نضرب سمنه وسكر وناخد وقت ومجهود. ده احنا هنعملها في خطوه واحده بس. هتطلع معاكي العجينه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتطلع معاكي دايبه ذوبان، هتحطيها في بقك مش هتلاقيها. طريقه التسويه والخطوات وكل حاجه هنشوفها جوه الفيديو، والدقيق المستخدم والسمنه اللي نقدر نستخدمها وايه البدايل، كل ده هنشوفه جوه الفيديو. حطوا لايك للفيديو، كومنت حلو، واشترك لو اول مره تشوفيني. تعالوا بقى ايه نختبر مع بعض كده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي اضغطي كده بالراحه. شايفين النعومه؟ شايفين الجمال؟ تحفة. شايفين عاملة ازاي؟ هتعمليها من غير ما تكوريها. تكوير العجينة جوه ايدك بتنشفها، وهقولك ليه العجينة بتطلع ناشفة معاكي. كل ده هنشوفه جوه الفيديو. بس ما تنسيش تحط اللايك الحلو وتشاركي الفيديو ده مع اصحابك، عشان ان شاء الله كلنا نعمل غريبة مع بعض في البيت على العيد. كل سنة وانتم طيبين. علشان نعمل الغريبة لازم 3 حاجات. هنستخدم دقيق وسمنة وسكر. دي اسمه ايه؟ دي اسمه دقيق المروه، خاص بالكحك والبسكوت، او دقيق جميع الاستخدامات. انا بفهمكم بالراحه اهو، عشان ان شاء الله النهارده الغريبه هتطلع معاكي ناعمه ودايبه، ويا ناعمه يا غريبه. يبقى معانا دقيق جميع الاستخدامات او دقيق خاص بالكحك والبسكوت. انا بستخدم دقيق اسمه المروه بالشكاره كده، بجيبه من عند التاجر او من عند البياع بالكيلو. تمام تمام. معايا كمان هنا سمنه. عايزين سمنه ريحتها حلوه، اي نوع سمنه تحبيه. الغريبه ما بتتعملش بزبده، الغريبه بتتعمل بسمنه بس. تمام، لا بيتحط لها اي حاجه غير السمنه بس. تمام. ما عنديش سمنه بلدي، تقدري تستخدمي سمنه روابي ريحتها حلوه وبتبقى لونها فاتح وبتطلع الغريبه لونها فاتح. والحاجات ديت انا بقولها لكم في اول الفيديو علشان نقول المقادير ونشتغل على طول. معانا سكر بودره. السكر البودره يكون مطحون جوه البيت، ما تطحنوش بره البيت. بره البيت بيبقى السكر مضاف له حاجات كتير عشان التاجر عشان صاحب الشركه يربح، فهنطحنه في البيت. سكر هنحطه في المطحنه وهنضمن ان هو سكر بس. ده سكر بودره انا طحناه في البيت. يبقى احنا معانا ثلاث مكونات. معانا دقيق وسمنه وسكر، معناش فانيليا ولا معانا اي حاجه. بس لو هتعملي بالسمنه النباتي وعايزه ريحتها تبقى حلوه وتجيب معاكي اخر الشارع زيها زي البلدي، تقدري تاخدي حته من وش اللبن. تمام، عندك حته وش لبن كده حوشاها في الفريزر، تقومي حطاها جوه السمنه وقطعها على عين البوتاجاز وتسيبيها تبرد، هتبقى معاكي بريحه السمنه البلدي. عندك حته زبده فرن ولا حته زبده جبنه، هتقومي مسيحاها مع السمنه النباتي بتاعتك وقدحاها، هتلاقيها نزلت معاكي مرطه كده في قعر السمن في قعر الحله. اول ما تبقى معاكي لونها ذهبي غامق بتقومي طافيه عليها، يبقى معاكي سمنه بريحه ايه؟ بريحه السمنه البلدي. بلاش ريحه سمنه بلدي، بتبقى ريحتها وحشه جدا. بلاش نجيب قصنص السمنه البلدي من عند البقال او من عند العطار، بتبقى ريحته وحشه جدا. استخدمي الحاجه زي ما هي وما تجيبيش روايح سمنه بلدي خالص من بره. جربتها وما عجبتنيش. تعالوا بقى نبدا في الطريقه على طول عشان ما نطولش الفيديو. سمنه الغريبه لازم تكون طالعه من التلاجة، ما تكونش بره التلاجة، ما تكونش سايحه ولا سايله. يبقى سمنه الغريبه طلعها من التلاجة، تكون بقى لها ساعتين تقريبا في التلاجة، او لو مبيتها في التلاجة ونسيتيها طلعيها قبل ما تشتغلي فيها بساعتين 3 عشان تفك معانا وتبقى بالشكل ده. تيجي تضغطي عليها كده ضغطه صباعك، تبقى بمجهود شويه بس في نفس الوقت تقدري تضغطي فيها مش محجره. تمام. انا بصوا الضغط هنا عملت المقدمه كتير عشان كده تلاقيني عامله لكم حفر كتير. بصوا تضغطي كده تلاقيها بتخش معاكي، صباعك بيدخل بس بيعمل ايه مجهود شويه. دي السمنه مهم جدا تكون طالعه من التلاجة. بقيت اي حاجه بدرجه حراره المطبخ عادي. مقاديرنا النهارده عباره عن نص كيلو من الدقيق، 300 جرام من السمنه البلدي او السمنه العاديه، وكمان معانا 150 جرام سكر. اديكم شايفين ال 150 جرام سكر عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه ناقصه تقريبا معلقه. 150 جرام سكر كوبايه ناقصه معلقه. طب ازود السكر يا شروشه؟ اعرفي ان السكر بينشف معاك الغريبه. ممكن تخلي الكوبايه مسح بس ما تزوديش اكتر من كوبايه على نص كيلو من الدقيق. نص كيلو الدقيق هعمله لك حالا بالمج، وفي فيديوهين عندك على القناه بتعايري العدس واللحمه واللبن والسمنه وكل حاجه، معايرها لكم في فيديو كامل علشان اللي بيحب يعاير بالكوبايه وما عندوش ميزان. معانا كمان 300 جرام من السمنه. السمنه عباره عن كوبايه ونص. كوبايه ونص بمعيار مج الشاي العادي اللي بتشربي فيه واللي في كل البيوت المصريه والعربيه. مج الشاي مج ونص. تمام، يعملوا 300 جرام. احنا مزودين 50 جرام سمنه عشان الغريبه بتاعتنا هتبقى ناعمه وطريه وكريميه جدا، وهنعملها كمان النهارده ونشكلها بالقمع بدل ما نقعد نكور وتاخد معانا وقت طويل. والاقماع ديت بتتباع عند بتوع الحلوانيه، يعني هتلاقيها متوفره. اول حاجه كده نشوف الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه، ادي 2. بصي بتحطي الكوبايه وبتهزها كده بس ما تضغطيش. الكوبايه دوبك بتهز كده، هي بتساوي نفسها اهي. وادي 3.
الكوبايه الرابعه ناقصه معلقه. تمام، الكوبايه الرابعه ناقصه معلقه، يبقى 3 كوبايات والرابعه ناقصه معلقه، 4 كوبايات، اخر كوبايه فيهم ناقصه ايه؟ معلقه، علشان الناس اللي عايزه تعاير بالكوبايه. هننخل بقى الدقيق، مهم جدا ننخله عشان يدخل هواء جوه الغريبه وتبقى خفيفه من جوه. وهننخل كمان معاها السكر البودره على الدقيق، مش هنضرب السكر والسمنه، احنا هنضرب كله مع بعضه. وهعرفك ازاي لو ما عندكيش عجان تعمليه بايدك، لان انا هعمله في العجان لان يعني دراعي بيوجعني والله. هنخل بقى السكر، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، اي تكتلات في السكر بتفكيها بايدك كده. والسكر اللي مش مطحون كويس، يا لهوي السكر بيخش في، انا صايمه اللهم اني صايمه. بصوا، انا نسيت اصلا انا صايمه على فكره، لسه الفجر مده، انا عامله لكم الفيديو ده بعد الفجر. حطوا بقى لايك لايه؟ للفيديو. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركي في القناه وتكتبي كومنت حلو من عندك. نخلنا الدقيق ونخلنا السكر البودره، نخلنا 4 كوبايات من الدقيق ناقصين معلقه، ونخلنا كوبايه من السكر البودره المطحون في البيت ناقص معلقه برده صغيره. معانا هنا كوبايه ونص من السمنه اللي هم 300 جرام، هنبدا نحطهم هنا. هنبدا كده ننزل بالسمنه بايدينا كده، وكل الشغل هيبقى بايدينا مش بمعالق ولا باي حاجه. هتعمليها بالمضرب او بالعجان، انا هكملها صراحه بالمضرب او العجان، بس هوريكم في الاول ممكن تعمليها بايديك ازاي. هنفك السمنه كده. عارفين فكره الكحك؟ لما بنقعد نبس في السمنه والدقيق مع بعض لغايه ما تتحول معاكي العجينه كريميه وناعمه، اهو احنا نفس الفكره بالظبط. هتدخلي لي، شايفين السمنه جامده بس بتتفك بايدي بسرعه ازاي؟ طالعه من التلاجة بقالها تقريبا ساعه، انا كنت حطاها في التلاجة فتره يعني، ومن ساعه ما كنت بجهز المقادير وسايباها في التلاجة ساعه. طبق هنا في ايه؟ طبق فيه هنا 4 كوبايات دقيق ناقصين معلقه، وكوبايه سكر ناقصه معلقه، وكمان كوبايه ونص من السمنه اللي هم 300 جرام. 500 جرام دقيق، 300 جرام سمنه، و150 جرام سكر، الناس اللي بتحب تعمل بالميزان. هنمسك بقى السمنه مع الدقيق وهنبدا نضغط ببطن ايدنا. بصي، هتضغطي كده ببطن ايدك. بصي السمنه عادت بتعمل ايه في الدقيق؟ بدات ايه؟ بتتشربه، الدقيق بيشرب ايه؟ السمنه. بصوا الضغط كده، بتضغطي، ده اسمه عمليه البس. بصوا عامله ازاي، باينه اهي. بصوا، هنمسك الدقيق كله وهنبدا كده بحن ايدك كده كبطن ايدك، هتبسي جامد لغايه ما هيديكي قوام كريمي، ما تسيبيهاش الا لما تلاقي الدقيق شرب السمنه والاتنين بقوا عاملين زي البيتيفور. بصي ببطن ايدك كده تبداي تدعكي كده، هي اسمها بس انا بقول لكم اقرب حاجه اسمها. بصي كده تضغطي كده، احنا عايزين الدقيق يشرب السمنه. هتاخد مني قد ايه كده يا رشوشه لو مش عندي عجان؟ تاخد منك تقريبا 20 دقيقه، 25 دقيقه. اقعدي كده قدام التلفزيون اتفرجي على الفيلم ولا المسلسل العربي وانت بعد الفطار، وابداي بقى ايه، اقعدي اعملي كده. تمام، اقعدي كده اهو، او انت قاعده بتتكلمي انت وجوزك، حطي الطبق على رجلك واقعدي اعملي كده، هتلاقي نفسك الدقيق بقى عامل زي الكريمه من غير ما تحسي. عجان هتبداي تحطي كده، بسم الله. هنستخدم مع الضرب الكف ده، مش هنستخدم لا بتاعه العجينه ولا بتاعه مضرب الخفق، هنستخدم الكف ده، هو ده اللي هيبس معاكي الدقيق. طبعا لو طبق العجين بتاعك، طبق العجن بتاعك، اي طبق اللي هتعجني فيه بايدك او ده ما يكونش فيه نقطه ميه، احنا مش عايزين ميه خالص، احنا عايزين غريبه ناعمه وحلوه. تمام، يبقى احنا حطينا السمنه والدقيق والسكر فقط لا غير، ما يكونش فيه ميه خالص. لو غسلهم لسه نشفيهم حلو قوي او سيبوهم يتصفوا. هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. هشغل كده على السرعه الاولى، واول ما تبدا الدنيا تخش مع بعضها عشان ما تنفرش معايا شغل على السرعه العاليه. بصوا مع الضرب، في بدايه الضرب هتلاقي العجينه اتحولت معاكي شبه الكسكسي بالظبط. شايفين عامله ازاي؟ بدات تتحول معايا زي عجينه الكسكسي بالظبط، كانك ايه، كانها كسكسي اتحولت كلها حبيبات. هنفضل برضو نضرب. تمام تمام. كل ما هتزودي في الضرب هتتحول قطع كسكسي كبيره. شايفين عملت ازاي؟ انا معاكم مرحله مرحله اهو علشان ما حدش يتوه مني. وبدات العجينه ايه، تطرى، بدات تبقى عجينه طريه. احنا كده بنعمل فوليوم او هواء بندخله جوه ايه، جوه العجين. كل ده برده هنعمله بطريقه البس اللي وريتها لكم في اول الفيديو. بسم الله. بصوا العجينه بدات تبقى عامله ازاي، بدات تبقى كريميه جدا وبدات تجمع في بعضها.
معانا بقى المعلقه السحريه. ايه هي المعلقه السحريه؟ طبعا في ناس بتحط بياض بيضه جوه الغريبه علشان الغريبه ما تشققش منك. لا، ده احنا هنحط النهارده معلقه من الزيت. معلقه الزيت دي معلقه سحريه. بصي، هتخلي لك الغريبه ناعمه ودايبه وخفيفه وهشه، وكمان مش هتبان خالص ان انت حطيتيها، بس هتخلي استحاله ان الغريبه تشقق منك. هنحط كده معلقه من الزيت، معلقه زيت واحده. معلقه الزيت ما تكونش مليانه لعينها، يعني معلقه اهي. هنبدأ نحطها كده ونكمل ايه ضرب. لو هتعملي كيلو دقيق كامل على بعضه يبقى هتحطي معلقة مليانة، هتعملي نص كيلو دقيق هتحطي معلقة مش مليانة. هننزل بقى الجناب بتاعت الغريبة كلها كده من العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها كده عشان نضمن ان كله اتضرب، ما يبقاش في حتة فيها دقيق مضروبة حلو وحتة لا. ونجيب اللي تحت خالص. شايفين قوامها بقى عامل ازاي؟ بقت كريمية جدا. هنكمل ضرب كمان. بسم الله. خلاص كده في المرحله ديت هنبدا نختبرها. تمام، هناخد كده حته من الغريبه. طبعا هي بتلزق لان احنا هنعملها بالقمع. طب انا مش عايزه اعملها بالقمع، هتحطيها في التلاجة ربع ساعه او نص ساعه تلاقيها جمدت معاكي وابداي شكلي فيها. تمام، هنبدا كده ناخد حته بين ايدينا. بسم الله. بصوا اهي، وهنبدا نبصم فيها بايدينا كده. لا شققت ولا جرالها اي حاجه. لو مش هتعمليها بالقمع، والقمع اسهل لك واسرع لك، بتوع المخابز ما بيعملوهاش يا جماعه، ما بيقعدوش يكوروا واحده واحده كده لغايه ما ظهرهم ينحني زينا. لا، ده بيعملوها بالاقماع فبتخلص بسرعه. تمام. تمام، وكمان هنعملها بالقمع. ما عنديش البلبله بتاعته، احنا هنعملها بالكيس الحلواني على طول. بسم الله. هضربها بس دقيقه واحده ونبدا نشتغل فيها. خلاص كده شايفين قوامها بقى فاتح. كل ما هتضربي كل ما هيطلع قوامها افتح كمان. خلصنا كده، هنبدأ نحطها في كيس القمع او هتحطيها في التلاجة 10 دقايق او ربع ساعة هتبدأ تجمد، او نص ساعة لو ما جمدتش معاكي، وتبدأي تكوري فيها. بسم الله. عاملة زي عجينة البيتي فور بالظبط. بصوا عاملة ازاي، وتقومي انها داخلة فيها فين بالعجينة كده. بسم الله. هندخل كده. اظن دي اسهل من ان انت تقعدي تكوري. والله ده التكوير ده اصلا مش الليمي. مش هندهن الصينيه اي حاجه، هنشكل على طول. هننزل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم ما تكبريش وحده الغريبه وتقومي ناتشه. بصي، هتنزلي حته كده وتقومي ناتشه. مالك بقى، مش هتقعد ولا عمر ونقعد بقى يجي لنا قرفه كده وظهرنا يوجعنا ونقول ايه. لا، ده احنا هنشكل زي البيتي فور وعلى الفرن على طول. هتنزلي كده وتقومي ناتشه. هتنزلي كده وتقومي ناتش على طول. ما تكبريهاش قوي علشان خاطر ما تاخدش وقت معاكي في الفرن. احنا عايزين نطلعها لونها فاتح. انا هقول لكم على التسويه حالا المظبوطه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. اوريكم بس واحده جربتها قبل ما اشتغل في اي حاجه. هي اتلسعت مني، مالكوش دعوه باللون. مالكوش دعوه بيه. المهم بصوا عامله ازاي. بصوا الغريبه عامله ازاي. هي دي بقى اللي اتقال لها يا ناعمه يا غريبه. اهي بصوا عامله ازاي. جميله جميله جميله، تحفه يا جماعه. بدأت بقى ناخد اللوز ونحطه كده، ناخد البندق ونحطه كده، ناخد السوداني ونحطه ايه كده. بصوا انا مبسوطه قوي من النتيجه، ونفسي كنت اكون فتره عشان ادوقها. هي ناعمه ودايبه، هتتحط في البق كده وهتتشقلط هتتشقط. ناخد حته كريز ونحطها، ناخد واحده سوداني ونحطها. عندك لولي حطيه، عندك شوكليت شيبس حطيه. مش عايزه تحطي حاجه خالص، تاخدي حته عجينه تحطي عليها معلقه كاكاو صغيره وتضربيها بالشوكه كده او بمضرب سلك وتحطيها في النص. هتبقي انت كده شكلت الدنيا برضه. بس انا مش عايزه اعمل بالكاكاو صراحه. لو هتعملي كاكاو شيلي معلقه دقيق. لو هتعملي كل المجموعه كاكاو شيلي معلقتين دقيق وحطي معلقتين كبار كاكاو. ده شكل الصينيه. هنروح بقى نحطها على الفرن اللي احنا مسخنينه زي ما اتفقنا مع بعض قبل ما نشكلها. هناخدها بقى في الفرن كده. انا اسويها في الفرن ده. معلش الفلاش مطفي. هسويها في الفرن ده. مشغله الشوايه من فوق بسيط جدا. في الفرن التاني ما الشوايه ما بتشتغلش. في فرن البوتاجاز الشوايه ما تشتغلش. انا بشغل هنا بس عشان ده فرن غاز، لازم اظبط درجه الحراره من فوق ومن تحت. تمام، بشغله ناحيه واحده بس مش الناحيتين. وبصي هتراقبي الصينيه، اوعي تبعدي عنها عشان ما تتحرقش معاكي. هنقفل عليها بقى
علشان خاطر تاخد حراره الفرن ما تبردش. ودي شكل الحراره من تحت، اقل درجه حراره. تمام. فرن لازم يكون سابق التسخين. الغريبه بتطلع قعرها ابيض، الغريبه من تحت تكون بيضه، ما تكونش ذهبي ولا صفرة ولا محروقه. تمام، عشان تطلع معاكي نايمه ناعمه ودايبه وتخش بقك على طول. حلوه نايمه دي. ده شكل الغريبة بعد تقريبا 3 دقايق او 4 دقايق في الفرن. كل شوية كده هتمسكي الصينية وهتلفيها، هتودي اللي هنا هناك واللي هناك هنا، لو انت عندك الفرن ده، ولو عندك فرن البوتاجاز نفس الطريقة بالظبط، عشان درجة الحرارة جوه احيانا بتبقى اعلى من بره. ده شكلها اهوت، لا فرشت ولا شققت ولا جرالها اي حاجة. علشان كده انا مضيقة المسافات بين كل واحدة والتانية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكل الغريبة تاني يوم انا عاملاها من بالليل، سبتها تقريبا دلوقتي في الصينية بقالها اكتر من 7-8 ساعات. سيبيها زي ما تسيبيها، ان شاء الله تسيبيها يوم كامل. ليه بقى؟ الغريبة وهي طالعة من الفرن بتبصم، اي لمسة فيها كده تلاقيها طلعت على ايدك عجين، تلاقيها طلعت كده تقولي هي ما استوتش. لا، اقول لك ازاي تعرفي ان الغريبة استوت. اول ما بتيجي هي في الفرن كده، زقيها بصباعك كده او بشوكة، اول ما تتحرك معاكي كده اعرفي ان الغريبة استوت. اقلبيها بالشوكة وشوفي القعر بتاعها من تحت، لو خد اللون اللي اوف وايت الفاتح قوي ده اعرفي ان هي استوت. تمام. الغريبه ما بتتحمرش من تحت، ما هياش كحك، هي بتطلع معاكي بيضه بالشكل ده كده زي ما انت شايفه كده. شايفين؟ تاني يوم اهوت، لا بتبصم ولا بيجرى فيها ولا بتلزق في ايدك ولا كانك مسكتها في ايدك اصلا. خفيفه زي الهوا، مستويه تسويه كامله. اللون بتاعها عايزين اللون ده. شايفين الفراغات اللي فيها؟ خفيفه قوي 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 وهشه جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى، وانا وهي في الفرن لما كنت باجي احرك وحده الغريبه، كانت لو مسكت في ايدي، شايفين بتبصم ازاي؟ شايفين كانت بتطلع ازاي؟ طبعا العقاب كله خدت الوحده ديت. كنت بطلعها بس عشان اشوفها استوت ما استوتش. طبعا في واحده كده لازم تكون ايه، هي اللي واخده العقاب كله وتتبهدل معاكي. المهم انا كنت بطلعها، اول ما الغريبيه بتتحرك معاكي في الصينيه كده، بتتحرك بس مجرد التحريك كده اعرفي ان هي استوت على طول. شايفين؟ بعد ما بردت لا بتبصم ولا سايبه اثر في الصينيه. طريقه التسويه بتاعتها اهم حاجه علشان تنجح معاكي الغريبه، عشان تطلع معاكي ناعمه ودايبه. قعرها ما يكونش احمر، تطلع معاكي اوف وايت او لونها ابيض مصفر كده زي ما انت شايفه. اول ما بتتحرك في الصينيه بنقوم مطلعينها من الفرن على طول ونسيبها على الرخامه لتاني يوم، او تعمليها الصبح وتتحركي وتحطيها في علبه جواها كيس وتقفلي عليها جوه العلبه، علبه محكمه الغلق عشان ما تاخدش رطوبه وتطرى معاكي. الغريبه ما بتبقى اول ما بتطلع من الفرن ما بتبقاش ناعمه النعومه الكامله، بتنعم معاكي تاني يوم. كل الحاجات ديت عشان الناس اللي هتسال اسئله في الكومنتات. تمام تمام. خلاص كده احنا خلصنا الغريبه النهارده. هنحطها بقى في علبه محكمه الغلق. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله، لا بتبصم في ايدي ولا مطلعه سمنه ولا طردت السمنه ولا اي حاجه. امشي ورا الطريقه بالظبط هتنجح معاكي والله وهتدعيلي. تعالى بقى نختبر ايه، مش هنبوظ حاجه تانية عشان حرام، حرام الحاجه بفلوس. هنتاخد دول كده وهنمسك بقى اللي احنا ايه اختبرناها من الاول، هي بقى كبش الفدا. وهنبدا كده بسم الله. بصوا، بصوا الغريبه ناعمه ازاي. انا عايزه اوريكم دوبانها بس. بصوا اهو، دي شكلها. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم قوي قوي قوي. تمسكيها في ايدك اهوت، لو مسكنا كذا واحده وشلناها من الصينيه لا بتبصم ولا بيجرى لها حاجه خالص. هي بس ممكن بتاعت المكسرات اللي تقع زي ما اتعودنا مع الغريبه يعني. بصوا، بصوا ما بصمتش في ايدي ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله. ما تنسوش بس تحطوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع ويوصل لناس كتير، ونعمل حاجتنا في البيت ان شاء الله بنظافه وتطلع احلى من بتاعت بره كمان.